يا صباح الفل يا مصريين، خبر جميل. ايهم صحي بس هيصحى 3 دقايق بس وهيرجع ينام تاني، فاحنا دلوقتي بنستقبل كل طلباتكم يا مصريين، هتتحقق بمشيئة الله تعالى. معانا اول واحدة من الجمهور وعندها طلب، اتفضلي حبيبة قلبي من جوه، اتفضلي طلباتك ايه؟ ايهم موجود وبيسمعك. أكيد كلنا عدى علينا وقت وسألنا نفسنا ليه ما ينفعش نطبع ميتينات كتير ويبقى كل الناس أغنياء؟ صحيح احنا سألنا نفسنا ليه ما نطبعش ميتينات كتير ونبقى كلنا أغنياء. حصل، والإجابة كانت إن بيقولك إن رزم الورق الإي 4 طلعت غالية جدا في المكتبة، فبالتالي هيحصل تضخم، بالتالي هيحصل هطل، فبالتالي مش هينفع. جربنا نشتري رزم ورق من المكتبة عشان نطبع الميتينات، لقينا إن تكلفة رزم الورق هتبقى أعلى من طباعة الميتينات. قررنا حسبناها، عندك الرزمة بتعمل 3350 بتضربيها في 3777 ونص، قسمة 14 جذر تكعيبي بيديك الناتج انه وصل تضخم اكبر بكتير، فقررنا ان احنا ما نطبعش الميتينات. والناس قعدوا شرحوا لنا يعني ايه تضخم اقتصادي واحنا اقتنعنا بيه. يعني هم شرحوا لك يعني ايه تضخم اقتصادي، شرحوا لنا يعني ايه تضخم اقتصادي، وانت فهمتي واتعلمتي يعني ايه تضخم اقتصادي. انا دلوقتي بكلم واحده فاهمه يعني ايه تضخم، انت اقتنعتي بكلامهم دي واحنا اقتنعنا. بس انا عندي سؤال تاني بقى من نفس الطريقه. عيب، اسالي يا بنت اسالي، احنا هنا عشان خاطركم. في ايه؟ ايهم موجود، اسالي خدي راحتك. ليه ما ينفعش بما ان الجنيه عمال ينزل يعني و30 دولار بقى ب 30 جنيه، ليه ما ينفعش ان احنا نخلي الجنيه يبقى ب 30 جنيه؟ يعني انت عايزه تخلي الجنيه يبقى ب 30 جنيه؟ لا بسيطه. بصي انا هحلها لك، خليكي معايا. ده كام دلوقتي كده؟ لا سحر ولا شعوذه، ده جنيه صح؟ طيب بص معايا كده بقى كام؟ مش بقى 30 جنيه؟ اهي عدلناها فوق اهي. حصل ايه؟ مش هيحصل حاجه ولا مشكله، كده خلينا لك الجنيه بقى ب 30 جنيه. مرضيه ولا ايه؟ يعني مثلا نقول ال 30 جنيه دي مثلا بتجيب 4 شيبسي، نخلي الجنيه بيجيب 4 شيبسي. يجيب شبشي. يعني انت مشكلتك دلوقتي في الشبشي ولا انت مشكلتك في ايه؟ عايزه تجيبك الشبشي يعني ومش عارفه ولا ايه؟ ايه المشكله فين دلوقتي؟ انا عايز اعرف انت فين سؤالك. ما ينفعش ان احنا نخلي الجنيه يبقى ب 30 جنيه يا بنتي، ما هو احنا لما هنخلي الجنيه ب 30 جنيه وانت عندك زي ما قلتي ان الدولار يساوي 30 جنيه، طيب لما يبقى الجنيه ب 30 جنيه يبقى الدولار هيبقى ب 900 جنيه. الله يخرب بيتك. ال 30 جنيه دي مثلا بتجيب 4 شيبسي، نخلي الجنيه بيجيب 4 شيبسي. بصي يا بنتي، انا عندي حل، اخلي لك الجنيه يجيب لك واحد بانيه، اخلي لك الجنيه يجيب لك واحد كافيه اوليه. بسيط، ده في ايدينا، ده اقدر اعمله لك. انما تخلي لي الجنيه ب 30 جنيه والكلام ده كله، دي مشكله، ومش عايز ادخل معاكي في اقتصاد لان واضح ان انت فاهمه كويس قوي وانا مش عايز اعدل عليكي. مرضيه ولا ايه؟ ايهم باشا اللي قاعد جنبي ده هو اللي دخل بالجنيه الكبانيه، هو اللي خلى الجنيه يغلب الكارنيه، يبقى مش هيقدر يعني يخلي الجنيه يجيب واحد بانيه او يخلي الجنيه يجيب واحد كافيه وليه؟ يقدر. ده في ايدينا. مرضيه ولا لا؟ مش مرضيه، بتفكري وسرحانه، مش مرضيه. طيب عندي حل تاني، اعمل لك عمله جديده اسمها نودي. انا هسميها لك نودي عشان خاطرك، عشان خاطر عيونك، لا اكتر ولا اقل، على اسمك. يبقى الواحد نودي بيجيب حاجات كانت بتجيبها ال 50 جنيه، فاهمه ولا مش فاهمه؟ يبقى اذا واحد نودي بيجيب حاجات كانت 50 جنيه بتجيبها. انت لما تروحي السوبر ماركت ادي للبياع واحد نودي تجيبي حاجات كتير، يبقى ساعتها ممكن يتبقى لك في جيبك كام؟ 2 دودي ونص. اما حاجه بدل الجنيه نودي، وبدل البريزه وبدل الشلن يبقى نسميهم دودي، فاهمه حاجه؟ بيتبقى معاكي 3 دودي ونص، 4 دودي ونص، معرفش بقى على حسب. ايه رايك؟ ده يرضيكي؟ هو انت مشكلتك في ايه دلوقتي؟ مشكلتك في الشيبسي؟ 4 شيبسي، نخلي الجنيه بيجيب 4 شيبسي. لو مشكلتك في الشيبسي انا ممكن احلها لك، انا ابعت لك كرتونه شيبسي دلوقتي على البيت، وسيب الاقتصاد لناس، مالناش دخل احنا بالمواضيع دي ولا لنا دعوه بالكلام ده. هو في حاجه غلط في الحسبه انا واخده بالي؟ حاجه واحده غلط؟ انت شايفه ان انت كل اللي بتقوليه ده وفي حاجه واحده بس غلط؟ بس انتوا فاهميني. احنا فاهمينك وفاهمين انت عايزه تقولي ايه. كلامك واصل لفوق. انت كلامك ده عايز حبيتين وكاسين. انت عايزه ايه دلوقتي؟ اللي هو يعني يبقى معانا جنيه، والجنيه ده بيجيب الحاجات اللي 30 جنيه بيجيبها، فهو بقى قيمته جنيه قدام الدولار، يعني هو بقى كده. يعني انت عايزه لما تحطي الجنيه قدام الدولار يبقوا واقفين قدام بعض كده. يعني انت عايزه الجنيه زي زمان، الجنيه بيساوي 1 دولار او الدولار بيساوي 1 جنيه، عايزاهم يبقوا زي بعض، صح كده؟ قيمته جنيه قدام الدولار، يعني هو بقى كده. عندهم ايهم وسامعني وعارف، وبقول لك ايه، هو
هو نام. الحديث طول وخرج عن الايقاع المظبوط ولقى الكلام فيه تخلف عقلي، ايهم نام. يعني حتى الجنيه لا هيعرف يجيب لك واحد بانيه ولا هيعرف يجيب لك واحد كافيه قولي، لانك انت تنكتي ورفضتي النعمه. خليك انت بقى استني لما الجنيه يساوي $1 والدولار يساوي 1 جنيه، وابقي روحي انت شوفي بقى هاتيلك بقى كيس شيبسي بقى من اللي انت عايزاه ده. انا عايز اسالك سؤال واحد بس قبل ما نقفل مع بعض، انت جربتي تنامي وقت ما بتكوني مصدعه؟ ليه تقومي تعملي فيديو بالمنظر ده؟ ما تنامي، ضيعتي علينا 3 دقايق ايهم كان صاحي فيهم كان ممكن يحل مشاكل بلد. يا ريت تدخلي تنامي دلوقتي عشان تريحي دماغك شويه كده وتبقي فريش، وانت ليكي عندي كرتونه شيبسي هتتبعت لك على البيت، المهم تكوني مبسوطه. 4 شيبسي. ما تخليش نفسك في حاجه، انا مش همشيكي زعلانه، همشيكي مرضيه. خلي بالك من نفسك انت بس، وتصبحي على الف خير يا ماما. باي باي يا روحي، باي باي.